عارفين الآية اللي بتقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله؟ عارف انت بس لو دخلت جنتك وقلت ما شاء الله ما كانش هيحصل اللي حصل لك ده. اهو دي بتفكرني بجد او بتعرفني ان الانسان اضعف مما يتخيل. الانسان ملوش لازمة حقيقة، ضعيف ضعيف جدا. لو ودنا اتشالت من صباعك دي ممكن تقعد تصوت ايام. ودنا بص ما فيش حاجة يعني، ودنا لا تقعد تصوت ايام. تخيلوا بقى اللي بينفرد بالزعامة وينفرد بالقوة والسلطة والمال وفي نفس الوقت انت ولا حاجة. كل ده ممكن يطير في ثانية إلا ثانية. ده اللي حصل دلوقتي وأكبر مثال للي احنا هنشوفه دلوقتي. ده كان كلام ترامب في سنة 2024، بيقول سأجعل الشرق الأوسط جحيما إذا لم تعود الرهائن قبل 2025. حاليا هو دلوقتي بيقول لوس أنجلوس أجمل أجزاء أمريكا تحترق ويتحول إلى رماد، ولا يوجد ماء في الصنابير ولا يوجد وكالة ولا إدارة طوارئ ولا في أي شيء. بصوا شكله هنا وبصوا شكله في اللي قبل كده هتعرفوا إن الإنسان ما فيش حاجة بإيديه. والله ما في حاجة بإيدينا كلنا. إحنا كلنا هنا موجودين عشان ربنا عايز كده. غير كده مفيش. غير كده مفيش. فمفيش إنسان يتكبر، مفيش إنسان يستعلي على حد، مفيش إنسان يخوف حد، مفيش إنسان يحس إن رزق بإيديه وهو بيقطع رزق عن الناس. أبدا، رزقك مش بإيديك، هو اللي بيرزق. هو اللي بيرزق بس. الصورة دي بتوضح إن خسائر غزة في السنة وشوية اللي احنا فيها 50 مليار دولار. تخيل بقى في يومين، في يومين بس خسائر 150 مليار دولار. 3 أضعاف. ده اصبر ده لسه. دي حاجات أولية حضرتك، ده لسه بدري. لسه النار شغالة وبتخش على مدن تانية. حرائق لوس أنجلوس تشبه أو يعني شبه ما حدث في قطاع غزة. لا يا راجل، ده يعني اللي حصل في قطاع غزة أقل من ده بكتير. دي بقى احتراق طبعا منازل وقصور نجوم تضرروا من الحرائق دي. ميل جيسون احترق قصره ويبلغ سعره 14 مليون دولار. انتوا متخيلين رقم 14 مليون دولار طاروا في ثانية إلا ثانية. بالظبط زي القصة بالظبط، اللي هو يعني في ثانية واحدة في سورة الكهف، بعد ما كان عنده حديقة وبعد ما كان عنده أعناب وشجر وحاجات كتير، فجأة واحدة أصبحت هشيمة. مفيش. تراب خشن في الأرض، أصبحت خلاص مفيش. في ثانية، في ثانية. أو يصبح ماءه غورة أو يعني في ثانية واحدة الإنسان ما يتغرش باللي عنده. والتانية احترق منزلها بالكامل. هربت من قصرها المقدر ب7 مليون دولار. يا نهار أبيض. تركت منزلها وتبرعت بمليون دولار لجهود الإغاثة. خسر منزله، خسرت منزلها، كله خسر منزله. ده غير طبعا البني آدمين وغير الحيوانات والطيور وحاجات كتير جدا. أكبر مثال إن محدش يتغر بالدنيا اللي احنا فيها دي. معاك فلوس اشكر ربنا، قول الحمد لله. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ما تتغرش بمال، ما تتغريش بجمال، ما تتغرش انت كمان بجمال، ما تتغرش بجاه، ما تتغرش بقوة. كله بيروح. القوي هيضعف بعد كده. اللي معاه فلوس يا هتروح يا هتيجي غيرها يا في ثانية واحدة ممكن يحصل حاجة تانية. فدايما قول وتعود دايما تقول الحمد لله على كل شيء فقط لا غير.